رمضان جاء، نعم النعم نلنا الرجاء. أهلا بأيام الهنا، من صامها بلغ المرام، ملئت ليالينا السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، سنتحدث اليوم عن وسائل التواصل الاجتماعي، مما لا شك فيه فإن هذه الوسائل قد غزت كل بيت، وقد دخلت إلى كل مجال من مجالات الحياة، فبدأ الإنسان يستخدمها استخدامات كثيرة، وبدأ يستعملها استعمالات واسعة، فلا بد علينا أن نستبصر أثناء استعمالها. ففي مجال الخير مثلا علينا أن نستعملها كوسيلة تواصل بيننا، فهي سميت وسائل تواصل اجتماعي، فهي قربت كل بعيد ووصلت بين كل قريب. وعلينا كذلك أن ننشر الكلمة الحسنة، ولنراقب الله عز وجل فيما نقوله أو نفعله من خلالها. أما في مجال الشر والعياذ بالله، فعلى الإنسان عندما يستخدم هذه الوسائل عليه أن يستبصر ويستخدم دينه وعقله، فديننا يأمرنا بأن نقول خيرا أو نصمت، أو نفعل خيرا أو نصمت، فلنعمل من خلال هذا المبدأ المبارك عندما نتعامل مع هذه الوسيلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يعلمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا ابتهاج المسلمين فرحا بما حملت يدها، يدعون رب العالمين أن يغنموا مما حبا.